السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلب طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم المحاضرة الثالثة من محاضرات معسكر الفرد. النهاردة بعون الله آخر محاضرة من محاضرات الشرح، كده هيبقى لك معايا يا بطل مراجعة ليلة الامتحان اللي هنعيد فيها المنهج مرة تانية. عايزك تكون فايق ومستعد وجايب أدواتك وأقلامك ومذكراتك ويلا بينا. رجعنا مع بعضينا وتعالى الأول نعرف مع بعضينا محتويات محاضرة النهاردة إن شاء الله وبعون الله هنبدأ بالحياة. ثانية كده، الحياة حمراء دي قناة مالكش دعوة بيها. تاني هنبدأ بالحياة الاجتماعية. عند جدك المصري القديم طبعا. بعد كده هناخد الحياة الدينية، وهنختم بالحياة الفكرية والثقافية. ده شرح النهاردة. بعد كده هنحل امتحان على كل واحدة، حل عليهم كلهم. كده نبقى خلصنا منهج التاريخ أولى ثانوي، تمام. وهندخل بعد كده على امتحاناتك يا بطل، عشان بعد كده هندخل مع بعضينا ونبدأ الترم الثاني اللي هقول لك تفاصيله في محاضرة المراجعة. بص معايا، نبدأ الحياة الاجتماعية. جدك المصري القديم في العصر الحجري القديم كان في بني آدمين عايشين في جماعات، بس الجماعات دي قليلة، يعني مش ناس كتيرة. كانوا عايشين على الصيد والالتقاط. ده في العصر الحجري القديم. حلو، كان الغرض ان هم يعيشوا في جماعات صد هجمات الحيوانات المفترسة، بس حضرتك مفيش استقرار، فكانوا دائمي التنقل والترحال. ادينا ماشيين مجموعات مع بعضينا، النهارده في الحتة الفلانية، بكرة فاهم. بص مفيش استقرار. دخلنا على العصر الحجري الحديث. ابتدى يكون في استقرار نتيجة تعلم الزراعة، فابتدى تتكون قرى ثم مدن ثم أقاليم، فابتدينا نعيش مع بعضينا وتتكون مصر اللي انت عارفها. حاجة تاني، ربنا خلق الإنسان ما بيحبش يعيش منفرد، الإنسان دايما بيحب يعيش في جماعات، فالميزة ديت أو الصفة ديت عند الإنسان خلته يبحث إن هو يعيش مع غيره. تمام. الإنسان كائن لا يستطيع أن يحيا بدون تفاعل وبدون علاقات اجتماعية. إحنا نحب كده إن إحنا نتعامل مع بعضينا. حلو الكلام. ده بداية الحياة الاجتماعية. تعالوا ندخل مع بعضينا كده على الPDF ونبدأ مع بعضينا الدرس. المجتمع المصري كان بيتكون من ايه؟ قال لك كان بيتكون من طبقات، يبقى هنا كان في طبقية. حلو. طب لما نيجي نشوف الطبقات ديت، ارجع انت كده. فرعون وأسرته ده رقم 1. الوزير وكبار الكهنة وحكام الأقاليم دي رقم 2. الموظفين والفنانين والحرفيين والمهرة من الصناع دي رقم 3. عمال الزراعة والصناعة والرعاة والخدم دول رقم 4. دول قاع المجتمع عند المصريين القدماء. خلي بالك إن الصناع اتكرروا مرتين، مرة في الطبقة الثالثة ومرة في الطبقة الرابعة. المهرة منهم قدروا يدخلوا الطبقة الثالثة، العاديين منهم في الطبقة الرابعة. فعشان كده لما يجي يسألك الصناع كانوا موجودين في الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة. ده هو الاستنتاج عندك. اتعودنا ان احنا بنشرح حضرتك في ايدك قلمك وبتدون، عشان الحاجات اللي احنا بندونها هي المهمة. تمام. هندخل على حاجة تاني، القوانين والعدالة الاجتماعية. جدك المصري القديم يا ترى كان عندهم قوانين وعدالة اجتماعية ولا ما كانش فيه؟ نبدأ الحكاية منين؟ قديما العدالة كانت عبارة عن مفيش قوانين، كانت نصائح
من فرعون الى الوزراء او الوزير ان هو يكون عادل. فهنا العدالة تمام كانت قديما مجرد نصائح، لكن مع عصر الدولة الحديثة ابتدى حضرتك يكون في قوانين، والقوانين هنا تشريعات، وتشريعات هنا يعني حضرتك تمام ايه مش مجرد نصيحة، لا ده قانون هنلتزم بيه. خلاص. وعندك ابرز مثال انت اخدته واتكلمنا عنه قبل كده، حور محب. حور محب ده في العصر الدولة الحديثة، وحضرتك ده سن تشريعات وقوانين. امتى؟ فاكر انت بعد الفوضى اللي تسبب فيها اخناتون. وكان الغرض من القوانين دي: 1 القضاء على الفوضى. 2 تمام الفلاح في الوقت ده كان بيتعرض لظلم، فاحنا عملنا قوانين عشان نشيل بالبلد كده الظلم الواقع على الفلاح المصري. وفي نفس الوقت كمان عارفين ان الوقت ده المصريين تمام ملتزمين متدينين تمام، كل ده تمام جميل، بس حضرتك عايزك تعرف ان كان فيه تمام موظفين فاسدين بياخدوا رشاوي. فحضرتك عملنا القوانين ديت عشان نقدر نقضي على الموظفين المرتشين. تمام. يبقى بص معايا تاني، حضرتك لما نيجي نتكلم عن القوانين والعدالة الاجتماعية تمام، في قديما تسجل كده، ودي كانت عبارة عن نصائح من الملك للوزير ان هو يحقق العدل. لكن في حديثا سعى الحكام في الدولة الحديثة زي تمام حور محب لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زي ما قلنا تمام قوانين وتشريعات. تمام. الغرض من القوانين ديت مساعدة الفلاح تمام عشان كان يتعرض للظلم، تحقيق الاستقرار لأن كان في فوضى، ونقضي على الموظفين المرتشين. طب حضرتك يا مستر كنت قايل إن في العصر القديم كان في نصائح بيقولها الملك للوزراء علشان يقضوا على الظلم، لا زالت مستمرة نصائح الحكماء ونصائح الملك تمام للوزير عشان يقضي على الظلم الموجود. يبقى كان في قوانين زائد نصائح الحكماء، ده في عصر الدولة الحديثة. حاجة تانية عايزين نعرفها، ان كان في دور للمجتمع المدني. يعني ايه دور للمجتمع المدني؟ حضرتك دلوقتي لما نيجي نشوف مصر اليوم، حضرتك بتلاقي ان احنا كناس عايشين مع بعضينا ممكن نعمل حاجة اسمها جمعيات خيرية مش تبع الحكومة، بنلم تبرعات ونساعد بيها المحتاج. ده اسمه دور المجتمع المدني، مش حكومة، مدني. فحضرتك قال لك ده كان بيطبق في مصر القديمة. كان في دور أيضا للشباب في حل مشكلات المجتمع. تمام. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن القوانين والعدالة الاجتماعية. هنتكلم عن مظاهر الحياة الاجتماعية. ومظاهر الحياة الاجتماعية شملت الأسرة، شملت تربية الأبناء، شملت المرأة. وتعالوا ناخدهم واحدة واحدة بعد كده نكمل. أول حاجة الأسرة. الأسرة دي كانت رباط مقدس عند المصري القديم ولا زال. تمام. حضرتك الأب بيروح ويلف ويتعب ويشتغل ويرجع كده يحس بالأمن والأمان داخل أسرته. بس لو انت مش كل شويه تقول له هات وتعالى وعندي حصه والكلام ده كله عشان يشعر بالامن والامان، يبقى هنا في رباط مقدس.
حلو الكلام. طب نظام الزواج، لما عريس يروح يتقدم لعروسة وافقنا الحمد لله، قال لك أساسا الجهاز بتاعهم كان في جزء على بيت العريس وجزء على بيت العروسة زي دلوقتي. تمام حضرتك؟ تمام. حتى بعد الزواج المسؤولية مقسمة على الرجل والمرأة. تمام. في مسؤوليات بيعملها الراجل، في مسؤوليات بتعملها الست اللي هي العريس والعروسة. كمان كان في تمام حفلات افراح زي تمام الافراح دلوقتي، هدايا بتقدم للعريسين زي كلمة النقطة دلوقتي هننقطهم بوسكاتنا. خلاص. يبقى هنا نظام الزواج قديما مشابه لنظام الجواز حديثا. تمام. زي ما قلنا في مسؤولية على الطرفين، فعشان كده الأسرة كانت بتشارك، أسرة العريس وأسرة العروسة كمان في إن احنا نجهزهم. تمام. حضرتك كمان بعد الزواج في مسؤولية على الزوج وفي مسؤولية على الزوجة. تمام. حضرتك كمان كان في أفراح وحفلات وبنعمل غدا وأكل وفي هدايا تقدم للعرسان زي ما احنا كده حضرتك بنروح ننقطهم دلوقتي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نروح لتاني نقطة. بص كده، عارف المصري القديم تقاليد الزواج المتعارف عليها دلوقتي، يعني الأسرة زمان زي دلوقتي. تربية الأبناء اختلفت باختلاف طبقات المجتمع. يعني إيه؟ بص معايا. تربية الأبناء، حضرتك نقدر نقول كده إن في مثلا الأسرة الفقيرة، في بعد كده الأغنياء، في بعد كده تمام أولاد فرعون. بيتربوا إزاي؟ أولا لما نيجي نشوف الأسر الفقيرة كانت الرعاية موجودة على الأم. الأم هي اللي بتربي أبنائها. الطفل لو ولد بيروح مع أبوه يتعلم شغله صنعته. وقلنا الكلام ده المحاضرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الصناعة، وقلنا كان بيتعلمها عن أبيه وأبيه عن جده. فحضرتك الطفل كان بيروح مع باباه يتعلم حرفته. طب البنت قاعدة في البيت، مين بيربيها؟ أمها. حلو الكلام. طب ندخل بعد كده على الأغنياء. دول بقى ما كانتش الأم هي اللي بتقوم بتربية الأبناء، كانوا بيعتمدوا على مرضعة، كانوا بيجيبوا مرضعات. دول أغنياء بقى هيدفعوا فلوس. تمام. والأطفال بيدخلوا مدارس خاصة دولية خاصة تمام بالأغنياء كده. تمام. طب فرعون، لما نيجي نشوف فرعون بقى ده تمام تاني، البنات هنا تمام بتتعلم في البيت على يد الأم. يبقى هنا في تشابه بين تمام عند فرعون تمام على عند مين؟ الأسر الفقيرة في البنت، لأن هنا وهنا بتتعلم على يد أمها. تمام. هنا الأغنياء كانوا ممكن تمام يرسلوا عيالهم عشان يتربوا مع أولاد فرعون. تمام. هنا فرعون برضو أكيد كان في مدارس خاصة بأولاده. يبقى لما نيجي نشوف تربية الأبناء في الأسر الفقيرة في الأغنياء في فرعون. تمام. دول الأم موجود عند الكل. عند الكل لا، خلي بالك من النقطة دي، الأغنياء كانوا بيجيبوا مرضعات. البنات مشابهة للأسر الفقيرة لعند فرعون. ليه؟ هنا البنت بتعلمها أمها في البيت وهنا البنت بتعلمها أمها في البيت. فقراء الولد بيطلع يتعلم حرفة أبيه. الأغنياء قلنا كانوا بيجيبوا مرضعات. تمام. يبقى هنا تربية الأبناء اختلفت باختلاف الطبقات. هنا الطبقات بتبان في التربية. المرأة، ارتفعت مكانة المرأة في مصر الفرعونية وتمتعت بالكثير من الحقوق. تعال نشوف.
المرأة كان ليها دور ثانية كده. دور كأم، وانت شفت ان هي بتربي ابنائها ازاي، تربية الابناء. كان لها دور سياسي. زي مين الدور السياسي؟ حتشبسوت كانت ملكة. وليها دور عسكري زي تيتي شيري جدة أحمس، وزي بست فيه الحماس ان هو يحارب الهكسوس. كان لها دور ديني زي مين؟ زي إيزيس، كانت إلهة أو إله. خلاص. وكان لها دور في المجتمع، فهي كان ينفع تمتلك وتبيع وتشتري. وقلنا مع بعضنا واحنا بنشرح النقطة ديت، يعني ايه كان ليها دور في المجتمع؟ بتبيع وتشتري. طب ما دي حاجة عادية. قلت لك لا، المرأة في الوقت ده بقية المجتمعات اللي حوالينا كانت ممكن تباع وتشترى، هي سلعة اساسا. المصري القديم كان بيعز الست وحاططها في مكانة مميزة لدرجة ان هي كان ليها املاكها الخاصة اللي بتبيع فيها وتشتري فيها، وده ما كانش موجود في العصر ده. يبقى ده دور المرأة. يجي يقول لك دورها السياسي مثال حتشبسوت، دورها العسكري مثال تيتي شيري واحمس، وزيها كانت بتشجعه وتبث فيه الحماس ان هو يحارب الهكسوس. دورها كمرأة كأم تربية الابناء. دورها الديني، ودي اعلى حاجة وصلت اليه ان هي الهة إيزيس. يجي يقول لك اعلى المناصب اللي تقلدت بها المرأة. حضرتك لو كتب سياسي هتقول ملكة حتشبسوت، لكن لو سكت اعلى المناصب طبعا الدور الديني اللي كانت بتقوم بيه، لانها في دور الهة. سجل المعلومة دي عندك. تمام، كمل مع بعضينا. المسكن والاساس. بص، اختلفت المساكن عند المصريين القدماء باختلاف طبقات المجتمع. يبقى هنا كان في طبقية. مساكن العامة هم الفقراء، مساكن الطبقة الوسطى، مساكن الأغنياء، قصر فرعون. لما نيجي تاني نمسكهم واحدة واحدة مع بعضينا، أو مش هنروح على البورد، خلينا هنا. مساكن الفقراء أولا حاجة تانية هنتكلم عنها بعد كده. المصري القديم حكاية التدين ديت ظهرت عنده في المسكن. المصري القديم كان بيؤمن بالبعث والخلود، فهو حضرتك عارف ان هو هيموت وهيصحى يوم قيامة في حساب. فحضرتك كان عارف ان بيت الدنيا ده مؤقت، فعشان كده ممكن ما يكونش يهتم بيه احسن حاجة. انا اهتم بمقبرتي اللي هكمل فيها عن البيت اللي هيزول، ده فكره. فحضرتك مساكن العامة والفقراء كانت بسيطة، كون من طابق واحد، حجرة ولها فناء صغير، وتدخل تشوف الأساس هتلاقيه بسيط. فهو مساكن العامة تمتاز بالبساطة. زي ما قلنا، من حيث المساحة فهي غرفة، من حيث الطابق فهو طابق، من حيث الأساس فهو بسيط وعندهم فناء. تمام. مساكن الطبقة الوسطى كنت هتلاقيها برضو بسيطة، بس حضرتك بدل ما بنقول حجرة، حجرتين. خلاص، وفناء زادت شوية. حضرتك مساكن الأغنياء دي ممكن حضرتك تلاقي فيها تم 3 حجرات، ممكن تلاقيها طوابق في مكان لاستقبال الضيوف، صالة كبيرة كده، ريسبشن. حضرتك أغنياء بقى أكيد هيجي لهم ضيوف، وهنقدم لهم مشاريب. أكيد مش هناخدهم في حجرة، لا دول هيعيشوا أو هيقعدوا معانا في الريسبشن، مكان لاستقبال الضيوف. فرعون ده بقى قصر، ومن الاسم واضح بقى اللي هو هتلاقي عنده أساسا أماكن لتربية الخيول، في حدائق، قصر. ده شكل المباني
وقلنا او المسكن والاساس، وقلنا هنا ان ده ظهر فيه الطبقيه، مش كلهم زي بعض، في الغني وفي المتوسط وفي الفقير وفي قصر فرعون. بالنسبه للملابس والزينه، ودي ظهرت فيها الطبقيه ايضا. بس قبل ما ندخل للملابس والزينة عايزين نحكي في حاجة تمام تخص المباني. اللي هو المنزل، اللي هو بالانجليزي اسمه السكن. بص معايا، جدك المصري القديم كان ناصح. لما جه يعمل السكن بتاعه البيت، تمام، كان بيختار انه يعمله تمام فوق مرتفعات. ليه؟ علشان الفيضان ما يأثرش عليه. فده ذكاء منه، كان بيحافظ على بيته، عايز بيته نظيف مرتب مفيش حاجه تأثر عليه، يجي فوق مرتفع ويروح باني البيت بتاعه. طب كان بيبنى من ايه؟ كان بيبنى من الطوب اللبن، كان بيستخدم ساعات الأحجار، بس ده مش في البيوت. كان بيستخدم الأحجار حضرتك في العمدان اللي هتشيل البيت، أو كبلات. لكن البيت نفسه ده مبني من طوب لبن. بص معايا، الملابس زي ما قلنا على البيوت والمنازل كان فيها طبقية، فأيضا الملابس كان في بينة الطبقية. إزاي؟ أولا لما نيجي نشوف الملابس أهو، الملابس الفقراء كانت ملابسهم بتصنع من الكتان، تمام؟ التصميم يتسم بالبساطة. لما نيجي نشوف الأغنياء كان بيستخدم من كتان بس جيد، زائد حرير. خلي بالك من النقطة دي، الحرير كنا بنبعت نستورده من فينيقيا. يبقى ملابس الأغنياء ارتبطت بالزراعة ولا الصناعة ولا التجارة؟ ده سؤال ممكن يجي لك، تختار التجارة لأن حضرتك كنت بستورد الحرير من فينيقيا. فهنا ملابس الأغنياء ارتبطت بحاجة اقتصادية هي التجارة. اكتب دي عندك مهمة. تمام. بس في حاجة قال لك، رغم ان في ده تعمل المكون الخام اختلف ان احنا ضفنا له حرير، لكن حضرتك كان في تشابه بين ملابس الفقراء والأغنياء. التشابه ده في ايه؟ في التصميم. يعني تلاقي الفقراء بيشوفوا الأغنياء بيلبسوا ايه، بيعملوا تفصيلتهم ازاي وهيقلدوها. يبقى التشابه ما بين ملابس الفقراء وملابس الأغنياء كان في التصميم، لكن ملابس الأغنياء كان فيها عنصر مش موجود عند الفقراء اللي هو الحرير، بنجيبه من فينيقيا. عشان كده ملابس الأغنياء ارتبطت بالتجارة مع بلاد الشام اللي هي فينيقيا بالإنجليزي. تمام. بص معايا، اختلفت عند المصري القديم باختلاف طبقات المجتمع. ايه هي؟ بنتكلم عن الملابس، حيث الطبقات الشعبية اللي هي الفقيرة صنعت ملابسها من الكتان، الملوك الكتان الرقيق اللي هو أفضل، بالإضافة للحرير اللي بنجيبه من فينيقيا. عشان كده تكتب هنا ارتبطت ملابس الأغنياء بالتجارة. اطلع. الزينة، المصري القديم نظيف من يومه، استحمى. تمام. اعتنى المصري القديم بمظهره وحب الزينة، لابس الخواتم والعقود والأساور. تمام. اهتم بنظافة جسده. حلو الكلام؟ حلو الكلام. دي الملابس ودي الزينة. ندخل على حاجة تاني تخص الألعاب الترفيهية والاحتفالات. فل
لما نيجي نشوف الالعاب الترفيهيه، اول رياضه عند جدك المصري القديم كانت الصيد. يطلع يصيد، وهو طلع يصطاد كان بياخد اسرته معاه. يبقى ده يقول لك هات دليل على الترابط بين الاسره في المصري القديم. هو راح يصطاد بياخدهم معاه. تمام. ويروح يصطاد ياخد معاه اسرته والخدم كمان. وهو راجع كان عنده طقوس معينه. تمام. مصطاد ويروح يجيب معاه زهره اللوتس اهو، زهره، عشان يزين بها البيت، منزله، يزين بها منزله. يبقى رياضه الصيد دل على الترابط. ياخد اسرته وهو جاي يجيب زهره اللوتس يحطها كده في الريسبشن، حاجه اخر علاجه زي ما بيقولوا كده، حاجه كويسه فل. الالعاب الرياضيه منها العاب تعتمد على القوه. زي ايه حضرتك الالعاب اللي بتعتمد على القوه دي؟ مصارعه، تمام، العاب قوه، قفز، جري، حاجات عنيفه. وكمان العاب تعتمد على الحظ والتفكير زي الشطرنج وزي السيجا. خلاص. والالعاب دي لا زالت موجوده. لما يجيب لك، تعالى اكتب النقطه دي مهمه، لما يجيب لك الالعاب الشطرنج ديت موجوده من ايام جدك الفرعوني القديم ولا زالت موجوده حتى الان، ده دليل ان الحضاره المصريه تتسم بصفه وهي الاستمراريه. اكتب. تمام. لعبه السيجا تمام موجوده من زمان ولا زلنا بنلعبها، ده دليل على الاستمراريه. الغناء، ننزل سنه كده. احب المصريين الغناء، وكان فردي او جماعي. يعني ممكن واحد بيغني لوحده بيدندن مع نفسه، ممكن تلاقي كورال كده. كانوا بيغنوا امتى؟ في كل حاجه. حضرتك هتلاقي جدك المصري القديم في طقوسه الدينيه وجوه المعابد في غناء تمام خاص بالناحيه الدينيه. حضرتك في الزرع والشغل هتلاقيهم بيغنوا اغاني تبث الحماس كده. تمام. يبقى حضرتك الاغاني دي كانت في كل الانشطه تقريبا، كل الانشطه بنغني كده عشان بس الحماس. منها الزراعه، منها العمل، منها حضرتك تاني ايه؟ تمام. المعابد. الموسيقى ارتبطت بالغناء. ما حضرتك ادام هنغني شيء لزوم شيء لازم نعزف. تمام. عايزك تعرف معلومه، بص ان الالات الموسيقيه اللي تمام يستخدمها جدك المصري القديم اغلبها الات افريقيه تبع افريقيا. تمام. زي حضرتك البوق، تمام، المزمار الكبير، تمام، الطبول، كل دي حضرتك آلات من افريقيا. الاعياد عند المصريين القدماء تعددت. تعال نشوف اول حاجه الاعياد الدينيه. والاعياد الدينيه دي مرتبطه بالاله. فعايزين نعرف ان كان في اله خاص بكل اقليم. فدي تمام لحضرتك لما نحتفل احنا باله اقليمنا، الاقليم اللي جنبنا ملوش دعوه، فدي خاصه. في الهه عامه زي ايزيس مثلا، فدي لما نحتفل بعيدها كلنا هنحتفل بالعيد لان ده اله عام ندخل النار. تاني، يبقى اول حاجه في الهه كده او اعياد دينيه. في اعياد قوميه. ايه الاعياد القوميه دي؟ دي خاصه بالزراعه تقريبا. تمام. موسم الفيضان او تمام عيد البذر، عيد الحصاد، تمام، الفيضان. فحضرتك دي حاجات خاصه كده بالزراعه، دي اسمها اعياد قوميه. تيجي عند اعياد قوميه كده تمام وتكتب خاصه بالزراعه. الاعياد الخاصه والاعياد الخاصه ديت هتلاقيها خاصه بفرعون، سواء عيد ميلاده او سواء عيد توليه
الحكم. يبقى دي اسمها أعياد خاصة بمين؟ بفرعون. كمل مع بعضنا. بعد كده أعياد خاصة باحتفالات الجيش. إيه هي الأعياد الخاصة باحتفالات الجيش؟ بص معايا حضرتك، زي مثلا احتفالات النصر. ايه احتفالات النصر ده؟ جيش مصر دخل معركة وفاز، كسب، انتصر. حضرتك نعمل زي حضرتك عندنا عيد تحرير سيناء، عيد 6 أكتوبر، دي أعياد خاصة بالنصر. يبقى كده لما نيجي نشوف تاني مع بعضينا، بص كده، أعياد دينية ودي في منها اللي خاصة بكل إقليم وفي العامة. أعياد قومية خاصة بالبذر والزراعة. أعياد خاصة بفرعون زي عيد ميلاده وعيد توليه الحكم. بعد كده آخر حاجة احتفالات الجيش زي احتفالات النصر. تمام. ممكن حضرتك يجيلك أسئلة كده تشغل فيها دماغك. زي ايه؟ يعني مثلا انت عارف ان في عصر اخناتون حضرتك هو كان في فوضى، كان مهتم بالناحية تمام الدينية على حساب الناحية السياسية، فالجيش ما كانش بيعمل انتصارات، فيجي يقول لك تمام احتفالات قلت في عصر اخناتون، احتفالات النصر ما كناش بننتصر عشان ما كناش بنحارب اساسا. تمام؟ فدي اسئلة محتاجة ان انت تمام تسترجع وتربط المعلومات ببعضها، فهتحل وتجاوب باذن الله. تمام كده حضرتك خلصنا الجزء الأول أو الدرس الأول اللي اسمه الحياة الاجتماعية. ندخل بعد كده على الدرس اللي هناخده النهاردة التاني اسمه الحياة الدينية. نحكي الحكاية مع بعضينا كده ونجيبها من الأول. الحياة الدينية عند جدك المصري القديم. جدك المصري القديم عرف بالتدين، والدليل على كده لو انت مش مصدقني هتلاقي عندهم كثرة المعبودات، عندهم آلهة كتير، هو شعب متدين. وقال كده هيرودوت، عارفه انت هيرودوت تم مؤرخ يوناني جه عاش في مصر وقال مصر تعتبر شعب متدين تقي. لما عاش وسطينا اكتشف ان احنا شعب تقي الحمد لله. تمام، يبقى هيرودوت بنفسه قال ان مصر شعب تقي. طب حضرتك تاني احنا هندرس الحياة الدينية، جدك المصري القديم كان مهتم بالدين؟ والدليل على كده كثرة الآلهة عنده. تمام، بص معايا عشان الدرس ده يعتبر فيه 4 عناصر مرتبطين بالحياة الدينية. تمام، درس قصير فيه 4 عناصر بس مهمين. ايه هما ال4 عناصر دول؟ نجهز كده ندخل كده. خصائص الحياة الدينية عند جدك المصري القديم. أول حاجة تعدد المعبودات. جدك المصري القديم كان عنده من الآلهة كتير. طب كان بيعبد إيه وليه؟ أولا كان بيعبد حاجات علشان الحاجات دي بتفيده، كان بيعبد حاجات عشان الحاجات دي بيحبها، كان بيعبد حاجات عشان الحاجات دي بيخاف منها. يعني مثلا عندك كان بيعبد الأسد والتمساح عشان بيخوفوا، وقلت لك في المحاضرة هو عنده حق، الأمانة هما بيخوفوا. كان بيعبد الشمس والسماء والقمر لما لهم من فوائد. تخيل كده الشمس والزرع، وحضرتك الزراعة كانت من العناصر الأساسية في الاقتصاد المصري. كان بيعبد البقرة لأنها شايفها معطاءة ورمز للعطاء، كان بيسميها الإله حتحور. حضرتك لأنه بيحبها، معطاءة كثيرة العطاء، بتفيده في حاجات كتيرة. فحضرتك تاني لما نيجي نشوف تعدد المعبودات، عبد المصري القديم الكائنات الحية، تمام، سواء قوى الطبيعة لأنهم اعتبروها رموزا أرضية لقوى خفية لا تعيش على الأرض. انقسمت المعبودات إلى معبودات عامة ومعبودات محلية. إيه الحاجات اللي كان بيعبدها المصري القديم؟ حاجات بيخاف منها زي التمساح والأسد. حاجات تمام ليها فوائد زي الشمس والقمر. وحاجات بيحبها زي حتحور اللي هي البقرة. تمام. تاني كان في معبودات عامة المصريين كلهم بيعبدوها،
معبودات خاصة اللي هي خاصة بكل إقليم، كل إقليم كان ليه إله. مصر كان فيها كام إقليم؟ 42 إقليم ب 42 إله. مهمة المعلومة دي. دي أول عنصر من عناصر الحياة الدينية. احنا قلنا تمام جدك المصري القديم الحياة الدينية عنده هندرس 4 عناصر. ده أول عنصر. ندخل مع بعضنا على العنصر الثاني اللي اسمه الإيمان بالبعث والخلود. ده أثر في حياة المصري القديم جدا. بص كده، الإيمان بالبعث والخلود. جدك المصري القديم كان عارف ان هو بعد الموت في حياة تاني، هيصحى تمام، في حساب، في حياة أبدية. فتعال نتكلم على الشق ان هو تمام في بعث وخلود، يعني هيموت، بعد الموت هيصحى تاني. فحضرتك كلام بعد هيموت هيصحى تاني، فحضرتك كان مجهز شوية حاجات. بص كده، مقابر، تمام، هموت انا هحافظ على نفسي في المقبرة دي عشان لما اصحى تاني. تحنيط، كان حاجة تاني اسمها أساس جنائزي. يعني ايه؟ تاني، جدك المصري القديم كان عنده فكرة مسيطرة عليه، تمام، زي احنا عارفين ان عندنا يوم قيامة وهنصحى هنتحاسب، فهو كان عنده اعتقاد ان في يوم قيامة وهيصحى يتحاسب. حضرتك طب انا دلوقتي لما هموت، تمام، روحي هتطلع مني، هترجع لي تاني يوم القيامة، فلازم روحي دي تتعرف عليا. تمام، ايه اللي هيخليها تتعرف عليا؟ لو لقيت جسمي متحلل مش هتتعرف عليا بسهوله، ده اعتقاده. فانا هحنط لها الجته بتاعتي دي عشان حضرتك لما تيجي تلاقيني ما اتحللتش فتتعرف عليا بسهوله. ده التحنيط. تمام، كمان لازم اكون نايم في مكان امن عشان ما اتعرضش للسرقه وما اتعرضش دي اسمها المقابر. تمام، طب انا لما هصحى اتحاسب عايز حاجاتي، تمام، عايز شبشبي وعايز حلي وعايز ملابسي، فهنحط حاجه اسمها اساس جنائزي موجوده جوه المقابر. يبقى حضرتك المقابر والتحنيط والاساس الجنائزي كل ده جدك المصري القديم كان بيعمله ليه؟ عشان كان مؤمن بفكره البعث والخلود، ان هو هيصحى تاني. لو مش عنده الفكره ديت ان هو يصحى تاني، على ايه نعمل مقابر فخمه؟ على ايه حضرتك نحنط الجثه؟ على ايه نحط معانا ادواتها؟ ما احنا حاطين ادواتها عشان هو هيصحى يستخدمها. تمام، فبص معايا كده، الإيمان بالبعث والخلود اعتقدوا أن الموت نهاية مرحلة مؤقتة، هنصحى تاني ونعيش بقى ونتحاسب. فده أدى لبناء مقابر حصينة زي الأهرامات. تحنيط عشان نحافظ على تمام الجسم من التحليل، تحلل، تمام، الروح تقدر تتعرف على الجسد. الأساس اللي هيستخدمها لما يصحى إن شاء الله. عندي رقم 3، الإيمان بالحساب بعد الموت. جدك المصري القديم مش كان بيؤمن بالبعث والخلود إن هو هيصحى تاني كده وخلاص، لا، ده كان في عنصر مهم، ده أنا هتحاسب. طب حضرتك تعالى نشوف مع بعضينا كده يوم القيامة عند جدك المصري القديم كان شكله إزاي. الحساب بعد الموت. بص معايا، جدك المصري القديم كان عارف ان هو هيبقى فيه حساب، في محكمة رئيسها إيزيس او رئيستها إيزيس وأوزوريس زائد 42 إله اللي هم تمام يرمزوا لل 42 إقليم تاني. فهو عامل ان هو هيصحى من مقبرته هيروح محكمة يتحاسب. طب كان هيتحاسب ازاي؟ كانوا هيشوفوا كده، يجيبوا ميزان، هنا كفة، هنا كفة، حط هنا ريشة، هنا قلب المرحوم. لو قلبك طب يبقى انت اعمالك سودة، نقلب 60 نيلة. لو الريشة هي اللي طبت يبقى انت اعمالك حسنة، يعني كويسة. طب اللي اعماله كويسة هيدخل الحديقة او القصر وهو اشبه بالجنة بتاعتنا، انت فزت.
طب اللي عمله منيلة ب60 نيلة ده يرمى ورا القصر كده، وراء الحديقة في وحش هياكله. جيم اوفر، ده مش هيعيش معانا ولا يكمل معانا الحياة الأبدية، ده ما يشرفناش يقعد معانا، ده قلبه طب قلبه أسود. تمام. فحضرتك ده ملخص ليوم القيامة في اعتقاد جدك المصري القديم. بص معايا، اعتقد المصري القديم ان سينتقل لعالم اخر بعد وفاته، سيبعث من جديد، بس هيحاكم امام محكمه فيها اوزوريس و42 قاضيا اللي هم ممثلين للاقاليم. تمام. هنحط قلبه قصاد ريشه. اشمعنى الريشه؟ عشان رمز للعداله، شايفها رمز للعداله معت. تمام. وعرفت الحكايه، يا هيدخل القصر والحديقه اللي هي الجنه، يا هيتحدف ورا القصر والوحش هياكله وخلصنا. دي اعتقادات المصري القديم لغايه ما دخلنا تمام العصر الحديث وجالنا اخناتون. هو امنحتب الرابع. جه وراح ضاف فكره: يا مصريين اللي انتوا بتعملوه ده، عندنا 50,000 اله، احنا هندعو للتوحيد، هنعبد إله واحد. اسمه مين الإله الواحد ده؟ آتون. بعد ما كان الإله الأساسي عندهم اسمه آمون، كان مقر المعابد والكهنة بتاعته فين؟ في طيبة. اخناتون راح قال لهم احنا مش هنعبد آمون بعد اليوم، تمام، احنا هنعبد آتون. ده على عبادة اسمها العبادة الآتونية. وراح جه المنيا، حتة اسمها تل العمارنة، وراح بنى تمام حضرتك ايه؟ عاصمة، عشان يهرب من الدوشة اللي كانوا عاملينها كهنة آمون. انت ازاي تمام تسيب الإله بتاعنا وتروح تجيب لنا إله جديد؟ ازاي مش عاجباك الآلهة بتاعتنا كمصريين؟ تمام. هو ساب الدوشة ديت وراح على تمام المنيا، عمل له عاصمة كده محندقة على قده اسمها تمام تل العمارنة زي ما قلنا، أخيتاتون. خلاص. وقعد فيها واستقر لنشر الدين الجديد اللي هو الديانة الآتونية. امتى اختار تمام النقطة ديت السمو إلى التوحيد أو العبادة الآتونية؟ لما يكلمك عن حاجة من اللي عملها إخناتون. بص معايا كده، ظهرت فكرة التوحيد على يد الملك أمنحتب الرابع، تمام، اللي سمى نفسه إخناتون أي المخلص لآتون، لعبادة إله واحد اللي هو آتون. تمام. حلو. وراح نقل العاصمة من طيبة إلى أخيتاتون اللي هي في المنيا اللي هي في تل العمارنة. تمام. طب ده طال كتير؟ لا طبعا. تمام. هتعرف بعد كده إن الكهنة بتاعت آمون قدروا يقلبوا على الدنيا وقدروا يرجعوا تمام لعبادة آمون مرة أخرى. عارف الفوضى اللي حصلت؟ وضع عليها حور محب بقوانينه وتشريعاته. هتكلم على عنصر تاني مهم: التواصل الديني المصري مع أفريقيا وشمال السودان. يا ترى احنا أثرنا فيهم وهم أثروا فينا دينيا؟ احنا علمناهم واتعلمنا منهم. يعني ايه؟ يعني هتلاقي منطقة شمال السودان تمام خدوا مننا فكرة الإله آمون والإله حتحور. حتحور ده اللي هو البقرة. تمام. وهتلاقي الناس اللي كانت عايشة في أسوان اعترفوا بعبادة الإله دادون. وده فين؟ ده تبع السودان. احنا علمناهم يعبدوا آلهة، هم علمونا نعبد آلهة. خالصين. يبقى حصل تواصل حضاري. تمام. هندخل مع بعضينا دلوقتي درس السادس اللي اسمه الحياة الثقافية والفكرية. بس قبل ما ندخل على الحياة الثقافية والفكرية، تعال نتكلم عن حاجة تاني عند إخناتون عشان أبقى كملت لك الموضوع. حضرتك تاني، إخناتون في الحياة الدينية عمل ديانة جديدة اسمها الآتونية ودعا إليها، بس في أخطاء وقعوا فيها. إيه هي؟ أنصاره حاولوا إنهم يفرضوا الدين الجديد بالقوة. دي غلطة. تمام. أنصار
امون ما سابوهمش في حالهم. طب ليه؟ يا ترى انصار امون دول اساسا كانوا متمسكين بالديانه بتاعتهم عشان هم مؤمنين بامون؟ قال لك لا، عشان هم خافوا على وضعهم دي شيء اجتماعي. احنا قاعدين في المعبد، امال يجي لنا ناس بتتبرع لامون، واللي جايين يرضوا امون وجايبين اساسا قرابين وحاجات، واحنا مستنفعين ومستفيدين و100%. عايز انت تروح تاخد مننا الحاجات دي تقول لي امون مالوش لازمه، اتون هو التوب والباقي كانتالوب؟ ازاي يعني؟ تمام. فحضرتك تاني، انصار امون ليه كانوا بيدافعوا عن دينهم؟ لامور اجتماعيه، خايفين على القرابين اللي كانت بتروح، هم اولى بيها. تمام. فدي حاجات كده عايزك تحطها في دماغك وانت بتذاكر النقطه دي، ان احنا حاولنا ننشر الديانه الاتونيه عافيه وده غلط وقعوا فيه، فاحنا ما عندناش حاجه بتتم بالعافيه. تمام. مش كده، لازم الحكمه. لما يجي يقول لك اديني مثال يبين لازم يكون في حكمه في نشر الدين، هو ده اخناتون. تمام. نشروه بالعافيه، جت ضربات فوق نفوخهم. تمام. راح اتون وراحت اخيتاتون العاصمه الجديده وكله راح. ماشي. نرجع تاني لدرسنا الجميل الحلو ده، الحياه الثقافيه والفكريه. واول حاجه هنتكلم عنها الكتابه. ظهرت الكتابه وتعلمنا الكتابه قبل الاسرات، واول ما اتعلمنا الكتابه ابتدينا نتعلم نكتب التاريخ عشان نعرف ايه اللي بيحصل. طب ماشي، قبل ما ندخل تمام على انواع الكتابات اللي عندنا، ايه هي الادوات بتاعه الكتابه؟ اول حاجه مداد، ودي يعني حبر بالانجليزي. حلو. بوص، ونعمل بيها قلم. فل عليك. كنا بنكتب على الاحجار لغايه ما طلع لنا ورق البردي اللي ابتدينا نكتب على ورق البردي. دي ادوات الكتابه. تمام. طب ايه هي انواع الكتابه عند جدك المصري القديم؟ كان عندنا 4 انواع من الكتابات. اول كتابه اسمها الكتابه الهيروغليفيه، واللي انت عارفها واللي هي منتشره، واحنا دايما بنقول المصريين القدماء كانوا بيكتبوا الكتابه الهيروغليفيه. مبدئيا جدك المصري القديم كان عنده لغه واحده بس مع تعدد اللهجات. زي حضرتك احنا في مصر بنتكلم عربي، بس اللي عايشين في وجه بحري ليهم لهجه، واللي عايشين في بورسعيد وكفر الشيخ والحته اللي هناك ليهم لهجه، واللي عايشين في الصعيد ليهم لهجه، لكن كلنا بنتكلم عربي. تمام. جدك المصري القديم كان كده برضه. مراحل تطور الكتابة المصرية القديمة. أول كتابة الهيروغليفية، تعرف إن اسمها الخط المقدس لأن كان بيتكتب بيها أمور دينية، نقوشات على الأحجار، على المعابد. تمام. بص كده، استخدمت في النقش على جدران المعابد والمقابر، تسجيل نصوص دينية. عبارة عن إيه الكتابة دي؟ رسومات، ترسم عصفورة، ترسم مش عارف إيه، كل ده ليه دلالات. بس اللغة دي كانت صعبة. تخيل حضرتك هتكتب كتاب تقعد تكتبه هيروغليفي، فده هياخد وقت كبير. عشان كده طلعت لغة بعديها اسمها الهيراتيقية، وديت أسهل شوية، عملوها عشان تسهيل الوقت. اكتب كده عندك يا حمادة. تمام. ده خط رجال الدين، كان بيكتب بيه برضو. تمام. رجال الدين في المعابد. بس حضرتك بدل ما نقعد نكتب لك النصائح اللي هتمشي عليها في حياتك والصح والغلط تمام بالهيروغليفي اللي هنقعد نكتبه في ساعة ونص، 5 دقايق هنكتبها بالهيراتيقية. تمام. كنا بنكتب بيها بقى مش على جدران المعابد كتابة نصوص دينية بس، تمام، على ورق بردي وقطع خشب للتسهيل. حلو. الديموطيقية، ودي اللغة الشعبية. واصحى معايا للي انا هقوله ده. عندك تمام مع نهاية العصر الحديث وحضرتك رمسيس الثالث والمعركة اللي انتصرنا فيها بالأسطول على شعوب تمام البحر المتوسط، ابتدى يحصل ضعف في مصر. الحرب ديت احنا انتصرنا فيها بس خدت مننا موارد اقتصادية كتير. ابتدينا ندخل على رمسيس الرابع الخامس، ومن سيء لأسوأ لغاية ما دخلنا على العصر المتأخر. قبل العصور المتأخرة كده جت فيها حقبة ان مش مصر او مش مصري هو اللي بيحكم مصر. مين اللي كان بيحكم مصر؟ اللي كان بيحكم مصر حكام ليبيين كانوا مستوطنين مصر. يعني حضرتك هو ليبي بس جاي عايش في مصر. اللي بقوله لك ده مش في الكتاب. تمام؟ بس حضرتك تاني الحقبة دي كان فيها ملوك بتحكم مصر اصلهم مش مصريين.
فحضرتك ما اهتموش باللغة المصرية القديمة، فابتدوا يتكلموا تنتشر لغة عامية ضعيفة رقيقة. تمام؟ اللغة دي اللي هي دي الديموطيقية. حتى بص كده هتلاقيها ظهرت في العصر أو العصور المتأخرة اللي كان فيها احتلالات والدنيا خربانة. بص، لغة عامية ضعيفة استخدمت في تدوين كافة الحياة اليومية. حلو. بعد كده ظهرت لغة اسمها القبطية، ودي انتشرت مع دخول الروم مصر. تمام؟ ابتدت ودخول المسيحية، فابتدت لغة دمج بين اللغة المصرية واللغة تمام الرومانية أو القبطية، فظهرت اللغة دي. بص، تكتب بحروف إغريقية مضافا إليها حروف من الكتابة الديموطيقية، ميكس بين لغة مصر تمام ولغة الروم، طلعت اللغة القبطية أو اللغة المسيحية. ظهرت إمتى وإمتى تختار؟ مع انتشار الديانة المصرية المسيحية في مصر. إمتى انتشرت الديانة المسيحية في مصر؟ طبعا تمام مع دخول الروم مصر. هتاخد الكلام ده الترم الثاني. عرفت الفرق ما بين الثلاث لغات؟ عرفت بعون الله. مراكز العلم في مصر القديمة. بس قبل ما ندخل على مراكز العلم عايزين نحكي على 3 حاجات مهمين. العلماء كان لهم مكانة عظيمة لدى مصر القديمة، بس خلي بالك من النقطة دي، دلل على مكانتهم. حضرتك كنا بنعمل معاهم حاجة اقتصادية رهيبة. ايه هي؟ إعفاء من الضرائب. العالم مش هيدفع ضرائب. يبقى تاني، ازاي كنا بنكرم العلماء؟ مش بيدفعوا ضرائب. طب دي حاجة ايه؟ حاجة اقتصادية. المعلم كان ليه مكانة، وكان تلميذه بياخده قدوة وعايز يكون مكانه في يوم من الأيام يكون معلم. الطالب طبعا ده بيبذل قصارى جهده، خاصة بعد ما أساسا كان اللي بيتعلم ويشتغل كاتب كان بيكون ليه وضع كبير. تمام؟ يبقى احنا اتكلمنا عن العلماء، النقطة دي مهمة. تمام؟ كنا بنميزه ان احنا بنعفيه من الضرائب، يبقى احنا بنعمل مع حاجة اقتصادية. فل. ندخل بعد كده لمراكز العلم في مصر القديمة. كنا بنتعلم فين؟ أين كنا نتعلم؟ أول حاجة كنا بنتعلم في المدارس. بسم الله ما شاء الله، احنا بنتعلم في المدارس دلوقتي. ظهرت في أواخر الدولة القديمة. لازم تعرف إن المدارس ظهرت في أواخر الدولة القديمة، مهم ده. تنوعت، كانت هناك مدارس متخصصة، مدارس بتعلمك تاريخ، مدارس بتعلمك جغرافيا، مدارس عسكرية، فكان في تخصص. انت داخل المدرسة تتعلم الشيء ده، مش انت دلوقتي داخل المدرسة بنعلمك كل العلوم. تمام؟ يبقى بص معايا كده، تنوعت المدارس المتخصصة في العلوم وأخرى دينية وأخرى عسكرية. وظهرت امتى المدارس يا حمادة؟ في عصر الدولة القديمة. مراكز البحث العلمي، ودي تكتب جنبيها جامعة. طبعا أفضل جامعة مصرية هليوبلس، عين شمس، أطلق عليها بيوت الحياة. ليه أطلق عليها بيوت الحياة؟ لأن الجامعات كان لها دور مهم جدا في عصر الدولة المتأخرة، أيام الاحتلالات. فاكر لما قلت لك اللغة كانت بتبوظ وابتدينا نستخدم لغة عامية؟ تمام؟ فاكر مش ممكن اللغة بس اللي كانت تبوظ، ده عاداتنا تندثر، تقاليدنا. فالجامعة كان لها دور إن هي بتحافظ لنا على اللغة وعلى الهوية المصرية، تمام؟ عشان ما نروحش في داهية في عصر نهاية الأسرات اللي هي في العصور المتأخرة، عصر اللي كان فيه احتلال. هي حافظت لنا على شوية من اللغة، تمام، وكمان على عاداتنا وتقاليدنا. طب الجامعات دي كان بنتعلم فيها ايه؟ قال لك كان لها دور عظيم في ان احنا نعرف التقويم الشمسي اللي هو حضرتك السنة 12 شهر دي، الكلام ده حلو الكلام. لها الفضل في الحفاظ على اللغة والهوية، ده قلناه. المكتبة كنت تروح مش تجيب الكتاب زي لفائف من البردي، فقرة مناديل بردي، تسحب تلاقي معلومات. بص معايا كده، لفائف البردي التي تحتوي على الإنجازات الحضارية لمصر، أشهرها مكتبة الرمسيوم، معبد رمسيس الثاني. فل، أكيد فل. كمل مع بعضين. هنتكلم عن الأدب.
تمام. انت عندك دلوقتي في سنه اولى بتدرس مثلا الادب بتاع الشعر الجاهلي او الزمن الفتره الجاهليه. تعال نعرف مع بعضنا بقى الادب في مصر القديمه ايه هي انواعه وكنا بنحكي في ايه. بص معايا كده، قال لك يعد مرآة لحياه الشعوب وتعبيرا صادقا عن افكارها. عايز تعرف فعلا الزمن ده كان ماشي ازاي؟ اقرا في الادب تمام المصري الفرعوني. انواع الادب: ادب ديني، من اسمه كده هنتكلم في مواضيع تخص الدين. حلو، ما احنا عارفين ان جدك المصري القديم كان متدين، فاكيد ده هينعكس على الادب. بص كده، يشمل الموضوعات الخاصه بالمعبودات والبعث والخلود والحساب وامور الاخره. ماشي، عرفت ما من اسمه باين، بس خد المعلومه دي. قال لك مثل نصوص الاهرام، دي نصوص كانت بتتكتب على جدران الاهرام. طب الاهرام دي عملناها بيتا في عصر الدوله القديم. نصوص التوابيت، نصوص كانت بتتكتب على التوابيت الخشب في عصر الدوله الوسطى. كتاب الموتى، ده كتاب كان بيدفن مع الميت، تمام، في حضرتك الحساب وتفاصيله وازاي هيحاسب عشان يفكروا بالاخره وازاي يتصرف يوم القيامه. يعني حضرتك ده كان في عصر الدوله الحديثه. يبقى الادب الديني ممكن نقول لك نصوص الاهرام دوله قديمه، توابيت وسطى، موتى حديثه. آداب القصة والرواية، في حاجة تانية قبل ما ندخل على آداب القصة والرواية. كتاب الموتى ده كتاب بيتكتب فيه نصوص دينية، يبقى كان مكتوب باللغة الهيروغليفية. القصة والرواية، قصص، روايات. جدك المصري القديم كان ليه في القصص والروايات؟ تشمل قصص حقيقية وقصص خيالية. تقرأ القصص، قصص عبر ومواقف لناس عاشت ومرت بالمواقف دي، فاحنا هنتعلم من خلاصة خبرتهم. جدك المصري القديم ممكن يقعد يتخيل مواقف ويقعد يكتب لنا تمام كتابات عشان نتعلم منها، بس الكتابات دي اساسا جايبها من خياله. زي مثلا يقول لك الراجل اللي تاه في الواحة واتعرف على تعبان وتمساح وقعد يحكي معاهم وساعدوه وساعدهم. اكيد ما فيش بني ادم بيتعرف على تمساح وعلى تمام افعى ويكلمهم، فحضرتك دي اسمها قصة خيالية. آداب الحكمة والنصيحة، نصائح، وصايا. مثلا زي الدولة القديمة كان في حكيم اسمه بتاح حتب، كان بيقول لنا نصائح. خلاص. في الدولة الحديثة آني كان بيقول لنا نصائح. يبقى هنا في الآداب الحكمة والنصيحة تعرف بتاح حتب دولة قديمة، آني دولة حديثة كانوا بيقولوا لنا مواعظ. وجدك المصري القديم كان معتمد اساسا على النصائح والحكم دي في حياته وتربيه ابنائه، عشان ديت حضرتك اللي المفروض فيها قيم. تمام. الادب السياسي، وده بقى تمام لفرعون. الملك مظبطنا ومنتصر وفل، هو اللي معيشنا هو ومنطبل له. الملك تمام زعلانين منه، بنقعد نكتب شعر هجائي ونوصف الاحداث وازاي ان الملك ده سيء. خلاص. يبقى حضرتك تاني حسب الوضع السياسي، كويس بنطبل، وحش بنقول ان هو وحش مش بنطبل. خلاص. يبقى الوضع السياسي او الادب السياسي ده حضرتك مدح او ذم في فرعون. تمام. ندخل على العلوم. ايه العلوم اللي كان بيدرسها جدك المصري القديم كانت مهمة في حياته؟ طبعا الحساب. ليه؟ لأن كان ليه أساسا دور كبير في حياته. جدك المصري القديم كانت الشغلة الأساسية في حياته الزراعة، فيقعد يعد شهور السنة عشان يعرف موسم الفيضان، حساب. يقعد يعرف الدخل عشان يحسب الضرائب، حساب. يحاسب الناس بالمحاصيل عشان ما كانش عنده فلوس تمام مقيدة، حساب. فحضرتك كان الحساب داخل في حياته تمام، وحياته كانت زراعة. الهندسة تمام هتبان أكيد في بناء الأهرامات، المعابد، المقابر، المدن. بص، بناءات، إنشاء. الفلك، فاكر من شوية لما قلنا جامعة هليوبلس أو عين شمس أو أون اللي كان لها دور تمام في اكتشاف التقويم الشمسي؟ تمام. التقويم الشمسي ده مش فلك، شمس، فلك، كواكب. حضرتك يبقى كان
كهنة هليوبلس أول من اهتموا بدراسة وعرفوا الكثير عن مواقع النجوم والكواكب والتقويم الشمسي. الطب والتحنيط. أولا احنا عارفين بردية إيبرس اللي كانت بتتكلم عن الأمراض وبتتكلم عن الأدوية اللي هنستخدمها في علاج الأمراض. كده المصري القديم كان مشهور إن هو متميز في الطب. والتحنيط كان عارف إن في بعث وخلود، فعايز يحافظ على جسده عشان لما تيجي الروح يوم القيامة تتعرف على الجسد بسهولة، فتعلم التحنيط. الكيمياء. طبعا الكيمياء هو هنا لما بيجي يحنط بيستخدم مواد، فتعلم من الكيمياء ديت يصنع مواد يستخدمها في التحنيط. وكمان كان بيعمل صبغات يصبغ بيها تعمل اي حاجه. فحضرتك دي كيمياء. بص كده، اعداد المواد التي تدخل في عمليه التحنيط والصبغات. تمام، يبقى دي العلوم: حساب، هندسه، فلك، طب وتحنيط، كيمياء. طبعا كان بيستخدم الكيمياء دي في صناعه الادويه. يبقى ضيف عندي كيمياء، صبغه، ادويه، تحنيط. العمارة. كان بيبني ايه جدك المصري القديم؟ المدن، المقابر، المعابد. تعال نمسك المدن. امشي انت كده، احنا عايزين مدن. كان بيبني المدن على هيئة دائرة. تمام، كان بيعمل لها قلاع، أسوار لحمايتها. كانت مقسمة حسب الطبقات، يعني الفقراء في حتة والأغنياء في حتة وفرعون في حتة. خلاص ماشي. يبقى كان بيبني المدينة على هيئة ايه؟ دائرة. كان فيها طبقية، عندي مقسمة أحياء حسب الحالة الاجتماعية، حضرتك انت غني ولا فقير. تمام، في حضرتك أسوار عشان الحماية. تمام. طب ادينا أمثلة كده للمدن اللي بناها جدك المصري القديم. من كانت عاصمة سياسية وعسكرية، ده مهم ده. بنى مثلا أثيتاوي، ودي عاصمة سياسية واقتصادية. ادينا بنجيب حاجات خدناها قبل كده. أخيتاتون، ودي عاصمة أدم سياسية، ده أي عاصمة سياسية بس دينية النزعة بتاعتها. خلاص. طيبة هنعرف بعد شوية. طيبة عاصمة سياسية، كانت مركز لانتشار الفنون والعمارة، يبقى ثقافية. خدها سكرين دي عشان حضرتك مهمة. ماشي، ندخل نشوف المكتوب. المدن أحياء تم تخطيطها على أساس طبقي. قلت لك كل مكان الفقراء مع نفسهم والأغنياء مع نفسهم. أشهرها أخيتاتون، منف، طيبة. المقابر تطورت من حفرة. الأول كنا بنحفر حفرة نرمي فيها المرحوم ويردم، إلى مصطبة، حضرتك مصاطب كده ونحط عليها الميت. تمام، إلى هرم مدرج. مصطبة دي لميت واحد، الهرم المدرج ده عديد من المصاطب. ثم أهرامات كاملة وأوض وغرف. تمام، ونحط الميتين عشان نحافظ عليهم، دي ضخمة. وبعد كده مقابر منحوتة في الصخر، نيجي في الجبل نحفر للميت ونزق ونعمل له الأبو بتاعه اللي هنحط له فيه أساسه الجنائزي، عشان لما يصحى يوم القيامة يلاقي كل حاجة. يضرب نسكافيه يطلع المحكمة. ماشي. المعابد انقسمت إلى معابد جنائزية ومعابد للآلهة. الجنائزية اللي هنعمل فيها الطقوس الجنائزية لما فرعون طال عمره يموت. حلو الكلام؟ حلو الكلام. الطقوس الخاصة بالجنازة والعزاء وكل ده، زي مين؟ زي معبد حتشبسوت. معابد للآلهة دي تعمل الطقوس الدينية زي الكرنك. واكتب ده زي حتشبسوت وده زي الكرنك. الفنون. الفنون بقى في النحت وفي الرسوم والنقش. خلاص.
تعال ندخل عشان نجيب دول بالتفصيل. حضرتك تاني مهم بقى النحت. بص كده، استخدم الطين والعظام والعاج، ده في عصور ما قبل التاريخ. ازدهرت التماثيل المصنوعة من نحاس، يعني استخدم النحاس في بداية عصر الأسرات. برع المصري القديم في نحت التماثيل الحجرية أواخر العصر العتيق. المهم تعرف المادة واستخدمها في انهي عصر. من أشهر التماثيل في الدولة القديمة تمثال الملك خفرع وتمثال أبو الهول. تماثيل الملك الحديثة تحتمس الثالث. انت عارف ان تحتمس الثالث ده دولة حديثة، لكن خفرع اللي بنى الأهرامات ده دولة قديمة. مهمة المعلومات دي جدا، دونها عندك في مذكرة المراجعة، تمام، عشان تبقى مذكرة المراجعة شاملة كل المعلومات دي. الرسم والنقش ظهر في عصر الدولة القديمة وبلغ الذروة في عصر الدولة الحديثة. يبقى الرسم والنقش بدايته امتى؟ دولة قديمة. ازدهر امتى؟ دولة حديثة. كانت طيبة مقرا لمركز الإبداع الفني، يعني طيبة هي الأساس الفني، عشان كده بنقولنا طيبة كانت عاصمة سياسية ثقافية. ازدحمت طيبة بالعمال المهرة والفنانون في الجانب الغربي منها. فطيبة كانت مش سياسية فقط كعاصمة، لكن ثقافية فيها فنون، مركز للإبداع. لما تعمل الفنانين قاعدين فين؟ في طيبة. تمام. عفوا يا رجالة ويا بنات. انقسم فن الرسم والنقش إلى الرسم على جدران المعابد مثل مقبرة توت عنخ آمون اكتشفناها 1922 بالصدفة. رسم الهزلي، فن الكاريكاتير، لما نبقى في مصيبة كده ونرسمها بشكل ساخر. خلاص، ظهرت في عصر الدولة الحديثة. بص كده، سبقت مصر العالم في فن الكاريكاتير. كان الغرض منها التعبير عن الوضع الاجتماعي والسياسي بس بشكل في ضحك كده، هزار. خلاص، زي قط يقود مجموعة من الأوز، قط سايق أوز قدامه، تمام، انت واصحابك كده. بص، موقف يدعو للسخرية. تمام، عاملين نفسكم بتفهموا كل حاجة وانت ما إلا قطة سايقة وز قدامها. تمام، بس ده ممكن يكون تعبير عن موقف سياسي. التواصل الثقافي والفني مع أفريقيا. طبعا احنا كنا بنتواصل مع أفريقيا، وأقرب مكان لينا شمال السودان، هم اللي بنأثر فيهم وهم اللي بيأثروا فينا. بص معايا كده، تأثرت منطقة النوبة شمال السودان بالحضارة المصرية القديمة. تمام، عملوا مقابر زينا على شكل أهرامات. تمام، وطريقة الدفن بتاعتهم كانت زينا. انتشار عادة التحلي بالأقراط المستديرة بالنسبة للرجال، يعني الرجالة بيلبسوا حلق. قام فنانون مصر قديما بإدخال تعديلات على الفخار النوبي الأحمر وانتجوا منه أشكالا دقيقة للغاية. تمام، بص، فنانون مصر عملوا على تجميل معبد كوا، ده معبد في السودان. كذلك بناء معبد آمون الشهير بجبل البركل بالنوبة. يبقى حضرتك كل دي حاجات مصريين عملوها في السودان. كده احنا انتهينا مع بعضينا من شرح آخر حاجة في المعسكر. بس حضرتك دلوقتي هندخل على فقرة الحل. يلا بينا نبدأ مع بعضنا، وأول اختبار على درس الحياة الاجتماعية. بص معايا، في ضوء دراستك لشكل البيوت، نرجع كده عشان حضرتك تشوف وأنا أشوف. في ضوء دراستك لشكل البيوت عند المصريين القدماء استنتج ما يلي. كان لبيت فرعون وظيفة اجتماعية واقتصادية دينية قضائية سياسية. بيت فرعون ده اللي هو بيت الملك، فحضرتك أكيد يعني ملك دي اسمها وظيفة إيه؟ سياسية. بعد كده أيا من الآلات الموسيقية
الآتية استخدمها المصري القديم لغرض عسكري: المزمار، الناي، البوق، العود. البوق الزمارة الكبيرة دي اللي بيستخدموها في الجيش عشان يصحوا الناس، ولغاية دلوقتي موجودة. من خلال دراستك للملابس، الطبقة العامة، خلي بالك، الطبقة العامة فقراء، كان بيتعامل من الكتان. الكتان كنت بجيبه ازاي؟ زراعة. لو كان طبقة الأغنياء حرير، تجارة. تمام؟ مهمة التكة دي. السؤال اللي بعد كده تعلم المرأة الكتابة عند المصري القديم ارتبط بيه. المرأة أساسا كانت بتتعلم الكتابة في الطبقات العليا. استنتج أي من الأعياد القديمة الآتية كان يستخدم خلاله البخور أثناء الاحتفال به. حضرتك بخور ده طقوس في معبد، يبقى عيد آمون، أكيد مش هنبخر عشان فيه فيضان، ولا عيد البذر، ولا شم النسيم. خلاص، شم النسيم بنشم بصل مش بخور. بص معايا، ظهر التواصل بين مصر وأفريقيا اجتماعيا من خلال الموسيقى. حضرتك الآلات اللي كنا بنستخدمها الآلات الموسيقية، تمام، من أفريقيا. بعد كده نستدل على اقتسام عائلتي العروسين تكاليف الزواج، قلنا وكتبناها مسؤولية. بعد دراستك للهرم الاجتماعي والترتيب الطبقي عند المصريين القدماء، عبر برأيك، هل الانتقال من طبقة لأخرى كان سهل أم صعب؟ صعب. يعني حضرتك تمام سهل إن أنت تبقى فرعون؟ لا. تمام، حضرتك من الزراع تعلموا الزراعة، تمام، سهل تطلع بتاعة الموظفين؟ لا، فصعب. هتكتب له حضرتك، تمام، صعب تكتب طبقات، صعب ان حد من طبقة الزراعة ينتقل الى طبقة الموظفين. ماشي. كان للمرأة دورا مهما في العديد، او كان المرأة المصرية في مصر الفرعونية العديد من الادوار، من ضمنها الدور السياسي. دور سياسي، خالتك حتشبسوت او جدتك كانت ملكة. هو بيقول لك دلل على صدق العبارة، عبارة صادقة، حتشبسوت وصلت كانت ملكة. تمام، ده التدليل. عمل الإنسان المصري القديم على تحقيق مين؟ مبدأ التوازن بين الجانب الروحي والجانب المادي. جدك المصري القديم كان بيحب العمل، بس في نفس الوقت الترفيه، فكان بيعمل موازنة. يشتغل، وهو بيشتغل بيغني. تمام، يشتغل وعنده موسم يطلع فيه، تمام، الصيد، ويجيب زهرة اللوتس كمان وهو راجع، مزاج عالي. تمام، يشتغل وعنده ألعاب قوة وألعاب حظ. كل دي أدلة إن هو كان عنده التوازن. بص معايا يا حمادة، وهنروح على الاختبار اللي بعد كده اللي بيتكلم عن الحياة الدينية. كان الملك إخناتون يسبح ضد تيار قوي تمثل فيه، تمام، نفوذ الكهنة اللي كانوا تبع آمون، أصحاب النفوذ الديني. عقلك. الإصلاح الديني مفهوم أراد أمنحتب الرابع تطبيقه في مواجهة تعدد الآلهة، إحداث محكمة الموتى، الإيمان بالبعث والخلود، الخوف من قوى الطبيعة. طبعا إخناتون دمر تعدد الآلهة ودعا إلى عبادة إله واحد، يبقى هي ألف. 3. استنتج ابتعد المصري القديم عن الآثام وتحلى بالصفات الحميدة نتيجة اعتقاده هو بعد على الذنب عشان عارف إن هو في حساب بعد الموت. لو مش هيحاسب كان هيعيشها، لكن ده هيحاسب، فعمل الحساب ده هيترمي الوحش ياكله أساسا. عمل الشعب المصري في عهد الدولة الوسطى الإله أوزوريس، فكان هذا المعبود أحد الآلهة العامة، ما كانش غير رسمي ولا ملكية ولا خاصة، ده إله عام. عندي السؤال اللي بعد كده،
رقم 5. قيام المصريين القدماء بإعداد الأساس الجنائزي يؤكد اعتقادهم على، تمام، بص هو بيعمل أساس جنائزي ليه؟ سمول التوحيدي بتاع اخناتون، كائنات حيه دي الحاجات اللي كان بيعبدها. الحساب بعد الموت ده خلاه ما يعملش اثام او ذنوب، لانه كان بيؤمن بالبعث والخلود. هيرجع تاني فهيعيش في الحته اللي هو بنيها دي، تمام، وقبره ويحط فيها الاساس الجنائزي. كانت مدينه طيبه في عصر الدوله الحديثه مركزا لعباده طيبه تاني لا امون. خلاص، يبقى عندك اخناتون لما طلع لك طيبه تاني لا هنروح المنيا. خلاص، لان طيبه كانت مركز لله امون. اتون المنيا تل العمرنه اخي تاتون. تعددت عواصم مصر الفرعونيه وتعتبر اهم العواصم التي بنيت لاسباب دينيه. اخي تاتون بناها جده اخناتون. اسئله المقاليه. اتصفت بعض الآلهة في مصر الفرعونية بصفة العالمية. دلل على ذلك تاريخيا طبعا إيزيس أو أوزوريس، وده اللي انتقل مثلا عباداتهم فين؟ في السودان أو شمال السودان. ده دليل على العالمية. دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: عبد المصريون القدماء الكائنات الحية وقوى الطبيعة. طبعا هي العبارة صحيحة، بيقول لك دلل على ده. فعبدنا السماء والشمس للفائدة، عبدنا البقرة سميناها هتحور ليه؟ عشان تم رمز للعطاء. عبدنا التمساح والأسد عشان بيخوفونا. كل ده دليل ان احنا عبدنا كائنات حية وقوى طبيعة. التدرج والحكمة من من الأساليب الناجحة لإقناع الآخرين بأفكارك. هل تنطبق هذه المقولة على دعوة إخناتون؟ لا. إخناتون قلنا حاول يدعو تمام الناس بالقوة، وده اللي عمل تمام صراع، وده اللي خلاه فشل. كل حاجة تيجي بالخناق إلا الدين يجي بالاتفاق. ده جدك المصري القديم. بص معايا، الاختبار السادس اللي هنتكلم فيه عن الحياة الثقافية والفكرية. عندك أول سؤال: عرفت مصر التخصص في مجال التعليم أحد العصور التي ينتمي إليها الملك؟ عارف أنت تعمل مدارس المتخصصة قلنا ظهرت في مصر القديمة. ومصر القديمة هنختار ملك ظهر في مصر القديمة: خوفو. عصر بناء الأهرامات خوفو. تحط بالرابع ده مثلا هتلاقيه عصر دولة حديثة، دور عليهم مش هتلاقيه فيهم حد عصر الدولة القديمة الا جدك خوفو. استفاد العالم قديما من مدرسة أون اللي هي جامعة هليوبلس المصرية وعين شمس، خاصة في مجال الفلك. أون فلك. أي من أنواع الكتابات المصرية القديمة الآتية لم يرتبط ظهورها بالدين؟ هيروغليفية بنكتب نصوص دينية بس نقوشات وعلى تمام زي ما قلنا على المعابد. هيراتيقية برضو بتاعت رجال الدين. القبطية ظهرت مع الديانة المسيحية. الديموطيقية هي اللغة العامية ظهرت لعامة الشعب، يبقى هي الوحيدة اللي مش مرتبطة بأمور دينية. الاختراعات الجديدة التي ساهمت في بناء وتطور الحضارة المصرية القديمة من المفترض أن تخرج من حضرتك اختراعات، يعني جامعة بتخرج من جامعات اللي هي بيوت الحياة. أي من ألوان الأدب المصري القديم استخدمت في كتاباته الكتابة الهيروغليفية؟ هيروغليفية بتاعت الدين، الأدب الديني. كان مصر السبق والريادة على بلاد الإغريق في معرفة الدراما، حيث ظهرت فيها أول دراما تمثيلية، وكان ذلك في عصر ما قبل الأسرات. ظهر فن النحت في الحضارة المصرية القديمة منذ لما استقر على طول على ضفاف نهر النيل وجاب الطامي ونحت تمام إلى آخره، يبقى ألف. ما العلاقة بين بيوت الحياة وأحداث العصر المتأخر؟ أحداث العصر المتأخر حضرتك فيه احتلالات تمام، فحضرتك جامعة أون أو بيوت الحياة حافظت على الهوية
على اللغة. تعد جامعة أون من أهم المراكز العلمية في العالم القديم، وتعددت بها مجالات العلوم المختلفة خاصة علم الفلك. دلل على ذلك تمام حضرتك تم اخترعوا حاجة اسمها التقويم الشمسي، ده دليل على تقدمهم في علم الفلك. ارتبط الأدب الديني بالصناعات الخشبية. دلل تاريخيا على صحة هذه المقولة. وده بقى سؤال الحلقة، حليت كتير تحل انت وتبعته لي على الواتساب عشان نشوف حضرتك سمعت الحلقة للآخر ولا لا. ده آخر سؤال معانا كان النهاردة اللي انت هتحله يا حمادة. آخر سؤال في المعسكر كله ليك انت. حضرتك بكده ان شاء الله احنا خلصنا معسكر التاريخ وفرمناه شرح وحل. حضرتك ليك عندي بعون الله محاضرة كمان، محاضرة ليلة الامتحان اللي هناخدها شرح الأهم أفكار المنهج، وهنحل مع بعضينا من 2 ل3 امتحانات شوامل. جهز نفسك عشان نراجع التاريخ مرة كمان. أوعدنا فأوفينا. أشوفكم على خير محاضرة ليلة الامتحان ثم الترم الثاني بعون الله. مع السلامة.